كان هذا هو آخر تعليق للمرحومة بشرى المشتهرة بإيمان تسونامي، وكان هذا هو تعليق دنيا باطمة وسعيدة شرف وغيرهم من الفنانين المغاربة حول واقعة وفاتها. اش غنقول لك الله يديمها. المرحومة إيمان تسونامي قد وافتها المنية صبيحة اليوم بعد صراع طويل مع المرض، وقد توفيت بالمستشفى العسكري بالرباط بعد نقلها إليه من مصحة خاصة بالدار البيضاء بتوصية ملكية. وقد كانت إيمان ظهرت لتشرح لمحبيها عن حالتها الصحية بعد أن نقص وزنها وتغير شكلها فجأة، ليظن الجمهور أن إيمان تسونامي قد عمدت إلى إنقاص وزنها كغيرها من الفنانات المغربيات بالتجميل، لكنها وضحت أن سر نقصان وزنها المفاجئ هو أنها قد تعرضت للسحر من أشخاص متعددة لم تتمكن من معرفة هوياتهم، أو ما يسمى بالدارجة المغربية بالتوكال، وكانت قد أصبحت على ما يرام قبل أن يتضاعف أحوال مرضها، مما استلزم معه الأمر لنقلها على وجه السرعة إلى مصحة بالدار البيضاء قبل أن تنتقل بتوصية ملكية إلى المستشفى العسكري بالرباط، والذي بقيت فيه إلى أن وافتها المنية صبيحة اليوم الثلاثاء. وقد علقت دنيا باطمة على وفاتها قائلة: حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ما كيرحم خوه مسلم في الأرض، في كل واحد كيحفر خوه المسلم، كل واحد كيبيع اللي وراه واللي قدامه غير باش يأذي واحد آخر. الناس ولات قاطعة من رحمة الله، ما بقاوش يخافوا الله. بنادم كيدير بين عينيه غيتو في الأرض ونسيتو أن عند الله تلتقي الخصوم. الله يرحمك أختي إيمان تسونامي بلاصتك في الجنة. كما علقت سعيدة شرف قائلة: الله يرحمها، الله يبدل شبابها بالجنة، الله يرحمها، وهادو اللي داروا ليها هاد الشي وكانوا سبتها الله ينتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة، ولا إله إلا الله. أما المعلم سعد المجرد فعلق قائلا على وفاتها: الله يرحمها، إنا لله وإنا إليه راجعون.